هنا تعليق يعني اسمحوا لي بفترة وجيزة فيه. معلومة ذكرها واحد من أساتذتنا، البعض من الزملاء الصحفيين وغيرهم تلقفها وشيدوا عليها صروحا، مع الأسف كانت خطأ، وهي أن بداية تعامل الشيخ سيد النقشبندي مع الموسيقى كان من خلال بليغ حمدي، وتحديدا بأغنية مولاي. الحق أن هذا القول يجافي الواقع وينتقص من حقوق ملحنين آخرين سبقوا بليغ في التعامل مع أسطورة المديح النبوي الشريف الشيخ سيد النقشبندي عليه رحمة الله. التاريخ بيقول أن بداية تعامل بليغ مع النقشبندي في عام 72، على حين نجد أن النقشبندي تعامل مع محمد الموجي عام 67، تعامل مع حلمي أمين عام 68، مع أحمد عبد القادر عام 71، مع عمنا عبد العظيم محمد 72. الجميع في ذمة الله، لكن كان يجب التوضيح. نحب بليغ نعم، لكن حب الحق أولى بالاتباع. التفاصيل ممكن نتكلم فيها بعد الحلقة وفي موضع آخر حتى لا نجور على وقت الحلقة.